عارفين اللي يقهر من امبارح؟ والله العظيم ما خسرت الاهلي في بطولة. اخدين بطولتين وخسرت التالتة. طبيعي ممكن اخسرها، طبيعي جدا اخسر دوري، طبيعي جدا. اللي مش طبيعي اللي انا اطلع موسم صفري وانا النادي الاهلي. بس اللي قاهرني انا ان انا من امبارح شايف قدام مني فاجر في الخصومة. اللي حصل مع كولر ده اسمه فجر في الخصومة. يعني انا مثلا ليا صاحبي 20 سنة 30 سنة انا وهو عشرة مع بعضينا. صاحبي ده جه مثلا عمل حاجة اذتني في شغلي، اذتني في حياتي، وقعت في شدة مثلا ما لقيتهوش. خلاص انت في حالك وانا في حالي، صباح الخير صباح النور، في سلام عليكم موجودة مش موجودة خلاص، مع ان السلام لله يعني. انما اقف واقول له ولا يلي وفيك وعليك وطين، راح عاطيله سكينه في نص دماغه وهو ماشي وعاطيني ظهره بعد ما كنت اول امبارح بقول له حبيبي واخويا وعشرتي وقلبي. انتوا لسه الماتش اللي فات بتاع سان داونز في جنوب افريقيا طلعنا كلنا وانا اولكم والله يا كولر، ويستحق طبعا. هو يعني عمل مباراه حلوه هناك. اول ما بدأ الماتش امبارح انا قاعد مع الناس ومصطفى بالاخص يعني، قلت له والله انا متضايق من التشكيل دوت. ليه؟ قلت له ما ينفعش على ارضنا اللي احنا نلعب بنفس التشكيل ده. يعني انا معاكوا في الرأي الفني، معاكوا اللي كولر ما ينفعش وكولر خرف وكولر عمل كل حاجة، انما ابقى ماشي جمهوري اللي كنت برقص معاه ويرقص معايا يحدفني بأزايز بعد 11 بطولة، وبعد مثلا ما دخلت له فرحة زي اللي دخلونا فرحة قبل كده. ما هو برضه معلش اللي بيجي الاهلي بياخد بطولة عشان ده النادي الاهلي، بيبقى ممكن مثلا نقوله ايه 50-50 ماشي. ففي 50% النادي الاهلي، بس في 50% الراجل دوت كولر. طب انا عامل فيديو ليه لكولر؟ انا مش عامل لكولر فيديو، انا عامله عموما عشان اخلاق النادي الاهلي ما تسمحش ان يبقى في بعض الجمهور يعمل اللي عمله امبارح. احنا من بعد ما كنا رعب للمنافس بقينا رعب لينا، رعب للعيبه، رعب للجهاز الفني. انا النهارده رايح اقعد مع جهاز فني جديد، تعالى. فانا ليا اخصامي واقفين لي على الواحده، راحوا رايحين قاعدين الفيديو شاكرا. بص ناكرين الجميل بيعملوا ايه في واحد جايب لهم 11 بطوله في سنتين. سيبك من البطولات، ما بتكلمش بطولات. يعني اقل حاجه هيترجموا له ان الناس دي ما عندهاش عزيز ولا غالي، واحنا ما عندناش عزيز ولا غالي، ما عندناش حد فوق النادي الاهلي، تمام. بس ما عندهمش عزيز ولا غالي في ايه؟ اللي انا حدفه بأزايز، اخلي واحد ده اكبر من ابويا يطلع يجري جري عيل صغير عنده 16 سنه. ده جبروت منكم. واجي اقول لكم عيب ولا حد يقول لكم عيب تدخلوا تضحكوا وتقولوا له لا يستاهل. يستاهل ازاي يا راجل؟ وحد الله في قلبك، يستاهل ازاي؟ الموضوع لو هيوصل للمرحله دي يبقى لا عايزين بطولات ولا عايزين نشجع كوره ولا عايزينها من اساس. تطلع ليه بقى تنتقد بتوع بورسعيد لما قتلوا الناس؟ تطلع تنتقد ليه بقى مرتضى منصور لما قتل بتوع الدفاع الجوي؟ تطلع تنتقد ليه الناس دي بقى؟ ما انت ما قلتش اقل، يعني انت لا تقل اهميه. يعني في امبارح جمهور مش عارف يقول لك اهلي فاميلي ولا اهلي مش عارف ايه، واصلك دلوقتي الجمهور بقى بيتقسم، اهلي ديفلز، اهلي مش عارف اهلي فاميلي، اهلي مهاب، اهلي خميس، اهلي عفريت. المدرج بقى ايه قطع، فاهم انت؟ فضربوا بعض امبارح بالمناسبه يعني. ففي 8 منهم متاخدين في الحكومه اخدتهم من المدرجات بسبب ان هم كانوا بيضربوا بعض. ده يصورش، لا ما تصورنيش، لا ما تعمليش، هوب ما علينا، راحوا ضاربين بعض. فالفكره ان احنا وصلنا لمرحله بقينا زمالك قوي. فربنا يستر على اللي جاي. صباحكم خير يا اهلاويه. موضوع بسيط، اتضايقنا، لسه متضايقين، صاحيين مع مقريفين، في مننا ما نامشي، في مننا تعب، بس الموضوع ما يوصلش للاهانه اللي وصلت بقى امبارح لراجل كبير ينتمي للنادي الاهلي. ما مشاش لسه، فهو ينتمي للنادي الاهلي، المدير الفني بتاع النادي الاهلي. انا لما عاوز اجيب حد من بره ويشوف المنظر ده مش هيجيلي. تحياتي.